المشاكل. ينفع نحكي مع اولادنا في مشاكلنا؟ ينفع مشاكلنا تبقى مجال ان احنا نحكي فيه مع اولادنا؟ الحقيقه حاجات وحاجات. في مشاكل ينفع نشارك ولادنا في الحكاوي فيها، والحقيقه ده بيبقى مثمر جدا، انه بيعلمهم حاجات كتيره قوي. احنا بنفكر ازاي، طريقه تفكيرنا في المشكله، طريقه تفكيرنا في الحلول، طريقه ان احنا نلاقي اوبشنز ونلاقي اختيارات نختار منها. كل دي حاجات بيتعلموها خلال ما احنا بنحل مشكله متعلقة ببيتنا. مهم قوي كمان لانها بتسطب في دماغهم انه البيوت مش كلها نكد ولا خناق ولا كلها انبساط، لا، بتسطب في دماغهم الرياليتي، الواقعية بتاع البيت وبتاع الأسرة وبتاع العيلة. فمهم قوي ان في بعض المشاكل ناخدها ونعرضها قدامهم في الوقت اللي احنا هنقعد فيه بقى، الوقت العيلة بتاعنا، نتكلم فيها بهدوء من غير عصبية، من غير ما نبقى بنعلمهم حاجة سلبية. كمان مهم قوي ما نبقاش بنستخدمهم ضد بعض، دي حاجة مؤذية جدا، ولا ضد بعض جوه البيت ولا ضد بعض بره البيت. يعني ولا نبقى بنعمل ان هو بابا معاه حد وماما معاها حد ونبقى احزاب ونتقسم اقسام وكده، لا، مش هو ده اللي احنا عايزين نعلمه لاولادنا من المشاكل اللي بتواجهنا في الحياة. لكن لما يحصل مثلا انه حد عندنا عنده مرض، ما ينفعش نفضل طول الوقت بنكتم وبنخبي، ولحسن يعرف، لحسن يقولوا له، لحسن مش عارف ايه. حبيبي هو كده كده هيعرف، وافضل حد ممكن يعرف منه هو انت، وافضل طريقة ممكن يعرف بيها انت اكتر واحد هتهتم تتعلمها عشان ما تأذيهوش كبابا وماما. فمن فضلك ما تسيبوش يعرف من حد بره. خد المشكلة دي، فكر فيها ورتبها عشان انت كمان مخك يبقى مرتب فيها. ابتدي هاته واقعد معاه وابتدي شوف المشكلة دي 1 2 3، في نقص في حاجة، عندنا حاجة، حد كل دي حاجات ممكن بندور على ايه مريان، يعني عايزين نحكي معاهم ليه في مشكله، ما خلاص احنا هنحلها زي ما قلت لكم في الاول، عشان يتعلموا يفكروا، طريقه التفكير تبقى ازاي، عشان يتعلموا يحللوا الامور، عشان يتعلموا يدوروا على اختيارات واوبشنز، عشان يعرفوا ان ده الواقع ودي الرياليتي بلس كده، عشان مخهم يتملي يا جماعه. يعني مخهم يتملي حاجه مفيده، لكن ما تبقاش كل الوقت حاجات فاضيه حاجات فاضيه حاجات فاضيه. لكن مخهم يتملي انه احنا بنعرف نساعد حد، احنا بنعرف نفكر في حلول وماما وبابا ياخدوا بيها، احنا بنعرف يبقى لنا رأي، فيبتدي الصورة الذاتية بتاعتهم عن نفسهم حتى تنطبع كويسة. دي حاجة من اهم الحاجات اللي تخلي علاقتك بابنك حلوة، يبتدي يبقى حاسس انه بابا بيحكي لي مشاكله. يا جماعه دي حاجه كبيره قوي على فكره، مش حاجه صغيره. مجرد بس ان هو يحس انك بتاخد رايه وان انت بتشاركه مشكله عندك ولو مشكله صغيره، بس خد منه، اسمع منه، خد رايه. دي حاجه بتكبر ابنك وبتحسن العلاقه بينكم جدا.